السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. شكرا بزاف على التعاليق والتفاعل ديالكم في الفيديوهات اللي فاتوا. قبل ما نبدا القصه ديالنا اليوم، الانسان ما خصوش ياجل التوبه ديالو الله سبحانه وتعالى، حيت حتى واحد فينا ما عارف كيفاش غادي يموت ووقتاش غادي يموت. شحال من واحد فينا كيكون غادي في الطريق فيما يرضي الله، الطريق ديالو مزيان، كيكون كيصلي، خدام مزيان، مرضي مع والديه، عايش بخير، كيكونوا المشاكل، ولكن كيجي بعض المرات كيجي الشيطان كيوسوس ليه، كيولي راسو عامر بشي حويجات اللي ماشي تليه، كيولي خارج على حياته، كيولي خارج على راسو، كيولي غادي في شي طريق اللي ماشي ديالو وما غاديش ترضي الله سبحانه وتعالى، وكيولي انسان غير صالح في المجتمع. ومن هنا غتبدا القصه ديال شامه. العمر ديالها 25 سنه، عايشه مع والديها وساكنين في واحد الحي اللي هو خالي. الاسره ديال شامه اسره فقيره لدرجه انهم بعض المرات ما كيلقاو حتى باش ياكلوا. الشخصيه ديال شامه والعزيمه والاراده ديالها خلاتها انها تقاتل باش توصل في القرايه ديالها. الحي اللي ساكنه فيه شامه وحي خاوي، ولكن فجاه كيتبنوا عمارات، كيتبنوا فيلات حداهم، وداك الحي اللي كان خاوي كانوا عايشين فيه غير هما ولا حي راقي، ولاو ساكنين فيه اطباء، مهندسين، محاميين، ولا حي كبير ولا حي راقي. لدرجه ان شامه ملي كتكون خارجه من المدرسه كتلقى كاع الشباب اللي في السن ديالها لابسين حوايج، غاديين في طوموبيلات اللي هما غاليين كبار. يعني كانت شامه كانت كتعيش واحد الاجواء اللي صعيبه بزاف، وهما ما عندهم حتى باش ياكلوا. بعد كيفاح طويل ديال شامه والمثابره والعزيمه والاراده ديالها، كملات قرايتها وخدات الدبلوم ديالها، خرجت تقلب على خدمه. كل نهار كتخرج مع 6 ديال الصباح كتقلب على خدمه، كل نهار. ومن بعد واحد المده ديال 3 اشهر قدرات انها تلقى خدمه في واحد الشركه اللي صغيره ديال توظيف الاموال. خدمات معهم، حاولت انها تبين الخدمه ديالها وترضي الباترون ديالها. بعد اشهر قليله شامه بدات كترقع، بدات كتحسن من الوضعيه ديالها وديال دارهم. ومع ذلك الشخصيه ديال شامه ماشي سهله. الشخصيه ديالها انها عزيز على انها تكون متميزه في الخدمه ديالها، وكتحاول انها ترضي الباترون ديالها باش تقرادا في الخدمه ديالها. وفعلا الباترون ديالها رقاها وزادها في الخلصه. هنا شامه مشات للدار فرحانه. بعد هذا الخير كثير شامه قررت انها تقرب من الله سبحانه وتعالى ودارت الحجاب. درجه بدات كتجمع شويه الفلوس لدوار الزمان. كيف كيقول المثل، دوام الحال من المحال. واحد النهار فاقت شامه كيف ديما لبسات حويجها باش تمشي للخدمه، وفعلا مشات للخدمه وتفاجأت بواحد الخبر اللي هو صادم، وشافت شي حاجه اللي ما عمرها كانت كتوقع انها غادي توقع لها شي نهار. شافت الباترون ديالها شادينو البوليس وغاديين به. ملي جات سولات لقات انه شدوه على قبل شي شيكات وعلى قبل شي مشاكل كانوا واقعين ليه. شامه بقات مصدومه بهذاك الخبر، مشات للدار وهي كتبكي، ما عرفاش شنو غادي دير. كيفاش بغيتيها ما تبكيش وهي غادي ترجع للحاله ديالها القديمه؟ شامه واخا الشخصيه ديالها قويه، واخا عندها الاراده والعزيمه، واخا تقاتلت مع الوقت ولقات خدمه وحاولت انها تبدل من الوضعيه ديال دارهم، ما كانش متوقع هذا الخبر. جاها بحال الصاعقه، لدرجه ان شامه اللي كنا كنقولوا انها شخصيتها قويه ولات شخصيتها ضعيفه. مشات للدار وكتبكي وسدات عليها. نهار على نهار الفلوس اللي كانت جا مع شامه كتقادا، بحكم انها هي اللي كانت هازه والديها. من بعد ايام صعيبه دازت على شامه، خرجات كتقلب على خدمه. واحد النهار في واحد الصباح فاقت شامه وجبدت التليفون ديالها وكتقلب في لي زانونس ديال الخدامي، ويبان لها واحد الاعلان ديال واحد الكازينو طالبين المضيفات. بقات كتشوف هذاك الاعلان كتفكر، سهاش في داك الاعلان شويه وتقول لها دوبنا تراجم، كملات كتقلب على الخدمه في بلاصه اخرى. فجاه كتلقى راسها كترجع لذاك الاعلان وكتبقى تشوف فيه، كتقول لها دوبنا تراجم، وكترجع ثاني كتقلب في بلاصه اخرى. الشيطان ما خلاهاش بحالها، باش عرفت لقات راسها بدلات حويجها ومشات للعنوان ديال هذاك الكازينو. مشات للكازينو، دخلات، شافت المسؤول، مع دخل مع شافها، بقى كيتمعن فيها وهو كيشوف فيها. قبل ما يبدا يهضر قالت ليه غادي نحيد الحجاب. هو شاف الرغبه ديالها للخدمه وشاف انها محتاجه للخدمه، فقبل انها تخدم معها. مشات شامه للدار، دخلات، كذبات على والديها، قالت لهم انا لقيت خدمه سيكريتيره في واحد الشركه. والديها فرحوا ودعاو معاها، ولكن شامه الضمير ديالها ما كانش مرتاح.
الغد ليه في الصباح فقد شامة خرجات بالحجاب من دارهم، ولكن هزا معاه واحد الفستان من الفساتين القدام اللي كانوا عندها قبل ما تدير الحجاب. مشات للكازينو، لبسات حويجها ومشات كتسربي المشروبات الكحوليه في الكازينو. شامة دوزت داك النهار صعيب، حيت بنادم كيشوف فيها شي شوفات اللي هي ما موالفاهمش. شامة دوزت داك النهار صعيب بزاف، سالا داك النهار بمشقه الانفس، ومشات للدار وهي كتبكي. دخلت للدار وكتهضر مع راسها، قالت باللي اليوم اول واخر نهار غادي نمشي فيه الكازينو. الغد ليه في الصباح ما شعراش، لقات راسها هزات حويجها وخرجات مشات للخدمه. وفجاه كتلقى واحد كيتسناها باش ياخذ القياس ديالها على قبل الفستان اللي غتولي تخدم به. وجابوا لها هذاك الفستان اللي قصيره بزاف واللي ما عمرها لبساتو في حياته وخدمات به. نهار على نهار شامة بدات كتولف في ديك الخدمه، ولات كتكمي، ولات كتشرب، خرجات ليها نيشان. ومع ذلك كتكذب على دارهم وكتقول لهم انا خدامه في واحد الشركه سكرتيره وراه مهلين فيا وراه حنا خدامين مزيان وبخير. شامة كتخرج من دارهم لابسه الحجاب وكتلبس هذاك الفستان اللي صايبوا ليها اللي قصير بزاف باش تخدم به. كيف قلت لكم شامة ولفات. هنا غنرجع للمثال الاول اللي قلت في اول الحلقه، انسان ما خصوش ياجل التوبه ديالو الله سبحانه وتعالى، حتى واحد فينا ما عارف راسو كيفاش غادي يموت ووقتاش غادي يموت. كنصوموا 15 ساعه وكنشبعوا في 10 ديال الدقائق. ما تخليوش الشيطان يلعب عليكم. كانت هذه قصه شامة. الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد القصص ما تنساوش تخليو التعاليق ديالكم، وكل نهار قصه وعبره. السلام عليكم.